السلام عليكم. بتبدأ أحداث الفيلم بالشرطي تاي وزميله ليشان وهما بيطاردوا حرامي وبيفضلوا وراه لحد ما بيقبضوا عليه في المينا، وبتتصل هيون حبيبة تاي وبيرد عليه وما بيبقاش عارف يقول لها ايه لأن ده يوم أجازته، فبيكذب عليها وبيقول لها إنه في طريقه ليها. في مكان تاني بنشوف شاب متنمر في الأتوبيس وبيضايق ست عجوزة ومحدش من الركاب بيدافع عنها، حتى المدرب جانج مدرب الجودو بيقوم وبينزل من الأتوبيس وما بيحاولش حتى إنه ينقذها منه، وبتنزل وراه بنت عارفاه وبتسأله هو ليه ما ساعدش العجوزة، فبيقولها انه ما بيساعدش حد وياريت تخليها في حالها، فبتتضايق من كلامه وبتمشي. ولما بيدخل صالة التدريب بتاعته بيسلم على طلابه والمساعد بتاعه بونج، وبيجي له تليفون من الدكتور وبيقول له خبر بيفرحه جدا. وبنروح لهيون اللي بيبقى عندها محل لبيع السمك وبيجي لها تاي علشان يخرجوا مع بعض، فبتقول له لما تبيع باقي السمك اللي عندها. وبيكون في الوقت ده جانج مع الدكتور اللي بيبلغه انه قدر يلاقي متبرع لبنته دو وانهم يقدروا يعملوا العملية ليها بعد اسبوعين، لكن تكاليف العملية هتكون كبيرة. فبيقول له جانج انه هيتصرف حتى لو هيبيع صالته الرياضية علشان يوفر تكاليف العملية والعلاج، وبيشكر الدكتور جدا. في نفس الوقت بنشوف تاي وهو متفق مع واحدة انها تشتري من هيون كل السمك اللي عندها، وبيروح لها علشان يقفلوا المحل وبياخدها وبيخرجوا سوا. وتاني يوم بنشوف دو هي بتتمرن على لعبة الجودو مع دبدوب، وبيجي لها ابوها وبيحذرها انها تتدرب مرة تانية وتبذل مجهود، وبيجهزها للمدرسة وبيعرفها انها تعمل عملية بعد اسبوعين، بعدها هتقدر تتمرن براحتها. وبياخدها وبيوصلها للمدرسة. وفي إذن الشرطة بنشوف تاي وزميله ليشان وهو نايم، ورئيسهم جاكي بيرش عليه مية وبيصحيه علشان يقوم يشوف شغله، وشوية وبيسيبه تاي لوحده. وبيجي له واحد وبيقعد يزعق علشان بلغ عن فقدان الكلب بتاعه من امبارح ومحدش ساعده، فبيوعده تاي انه هيدور له عليه. وبالليل وفي اثناء ما تاي بيدور على الكلب بيشوف ناس عند المينا بينزلوا بنات من مركب وبياخدوهم في عربية سودة، فبيستنتج انهم مهاجرين غير شرعيين، وبيمشي وراهم علشان يعرف هم رايحين فين. وبيدخل شارع بيلاقي العربية مركونة، فبيبص جواها بالكشاف وهنا بيطلع له جانج وبيسأله تاي كان بيعمل ايه بالعربية عند المينا، فبيقول له جانج ان العربية ما اتحركتش من مكانها طول اليوم، لكن تاي بيصمم انه كان في المينا. وجانج بيتعصب وبيقول له يبطل يضايقه وما يتعداش حدود وظيفته، وبيسيبه وبيمشي. وتاني يوم تاي بيشوف جانج وهو بيوصل دور المدرسة، ولما بيمشي دو بتخرج من المدرسة وبتدخل من باب خلفي، وتاي بيبقى شايفها وبيروح بعدها ورا جانج وبيلاقي عربيته مركونة قدام الصالة بتاعته، فبيقف يصور فيها. وجانج بيشوفه وبيقول له انه لو قرب من عربيته تاني هيضربه. وفي اثناء ما تاي بيشتري حاجه من الماركت بيشوف الناس اللي كانوا في المينا خارجين من الكازينو اللي قدام الماركت وبيركبوا عربيه وبيمشوا. وبالليل تاي بيبقى مع زميله ليشان ومعاهم تفاح لهيون وبيقع منهم على الارض. في اللحظه دي بيعدي جانج ودو من جنبهم، وتاي بيطلب مساعدته لكنه بيتجاهله وما بيرضاش يساعده. واليوم اللي بعده بتشوف دو جده عجوزه واقعه على الارض وبتلاقي تاي واقف، فبتروح تطلب مساعدته وبتجري معاه علشان يلحقوا الجده. وبيوصل جانج وبيشوفهم وبيروح لبنته وبيلاقيها مش قادره تاخد نفسها، فبيزعق لتاي لانه خلاها تجري وبياخدها وبيمشي. وبيروح تاي للماركت تاني وبيراقب الكازينو، والغريبه انه بيشوف جانج واقف وبيعمل مكالمه وبيمشي، فبيشك فيه وبيروح وراه. واثناء مراقبته ليه بيشوف واحد ماسك بنت وبيزعق لها وبترمي تليفونها بين الاشجار من وراه، وبيجي له 2 كمان وبيدخلوها مبنى الكازينو. فبيروح تاي ياخد التليفون وبيدخل وراهم وبيطلع فوق سطح الكازينو وبيلاقيهم الاشخاص اللي كانوا في المينا، وبيحاولوا يعرفوا من البنت مكان التليفون علشان الفيديو اللي مصوراه، فبياخد الشريحه وبيمشي. وتاني يوم بيتفرج على الفيديو مع ليشان وبيكتشف انهم عصابه خطيره، وبيعرفوا تاني ان الشريحه معاه. في اللحظه دي بيجيله تليفون وبيضطر يسيب ليشان اللي بيقول له انه هيفرج الفيديو لرئيسهم جاكي لحد ما يرجع. وبيروح تاي لبيت هيون القديم اللي البنك حجز عليه بعد ما اهلها توفوا، وهو قدر يرجعه لها تاني واستلم المفتاح وعايز يعمل لها مفاجاه. وبالليل بيجيله تليفون من ليشان بيطلب منه انه يقابله ضروري وبيقول له على المكان. في نفس الوقت بيكون جانج خارج من محل وشاري لعبه لبنته وما بيلاقيش عربيته، وبالصدفه بيشوف تاي ماشي بالموتوسيكل بتاعه، فبيفتكره هو اللي بلغ عنه وسحبه عربيته، فبيجري وراه علشان يتخانق معاه. وبيوصل تاي للمكان اللي هيقابل فيه ليشان، وفجاه بيظهروا افراد العصابه وبيضربوه لحد ما بيفقد الوعي. بعدها بيفتشوه علشان ياخدوا الشريحه لكن ما بيلاقوهاش. في نفس الوقت بيكون جانج وصل للجراج وبيدور على تاي، وبيتفاجئ انه واقع على الارض. بيبقوا افراد العصابه مستخبيين وبيهاجموه وبيضربوه وبيفقد وعيه هو كمان. وليشان بيجري على تاي وبيحاول يفوقه، وبيزعل افراد العصابه وبيقول لهم ان ده ما كانش اتفاقه معاهم وان مهمتهم انهم ياخدوا الشريحه من غير ما يأذوه، فبيقولوا له انه ما فيش داعي يمثل دور الصديق الوفي وبيزقوه وبيمشوا. وبسرعه بيتصل بالاسعاف علشان يلحقوه. واول ما بتوصل الاسعاف بيقوم تاي من مكانه مره واحده وبيسأل ليشان ايه اللي حصل، لكنه ما بيردش عليه. وبيشوف نفسه والاسعاف شايلاه، فبيتصدم وما بيبقاش عارف ازاي هو واقف وفي نفس الوقت نايم على سرير الاسعاف. وبياخدوه هو
هو وجانج للمستشفى، والدكاتره بيحاولوا يسعفوهم وبيبقى تاي في غيبوبه، وبتوصل هيون وبتعرف منهم ان حالته سيئه جدا، فبتنهار وبتفضل تعيط، وليشان بيبقى ندمان على تصرفه مع صاحبه. وبيوصل شبح تاي المستشفى وبيحاول يكلم هيون لكن ما بتبقاش شايفاه ولا سامعاه، وبيشوف نفسه هو على السرير وفي غيبوبه فبيتصدم، وهنا بيعرف انه مجرد طيف او شبح ومحدش شايفه. وبنروح لجانج اللي بيفوق وبيلاقي نفسه في المستشفى وبنته جنبه وبونج معاه، والشرطه بتجيله وبتعرف منه اللي حصل، وبيعرفوه ان الشرطي تاي حالته خطيره. بعدها بنشوف شبح تاي وهو بيجري في ممر المستشفى، وبيقابل جانج اللي بيبقى شايفه ومستغرب انه فاق بالسرعه دي من غيبوبته، وبيستغرب تاي اكتر ان جانج شايفه وسامعه، بس بيفرح جدا وبيقوله انه مش انسان وانه شبح. فجانج بيفتكره اتجنن، وعلشان يصدقه تاي بيوديه لاوضته علشان يشوفه وهو على السرير، وجانج ما بيبقاش مصدق وبيحاول يلمس تاي وبيلاقيه مجرد طيف، ومن شده الصدمه بيفقد الوعي. ولما بيفوق بيلاقي الممرضه وتاي جنبها، فبيسالها اذا كانت شايفاه لكنها بتقوله انه مفيش حد موجود، وشبح تاي بيطلب مساعدته لكن جانج بيخاف وبيسيبه، وبيحاول يخرج من المستشفى، وكل ما يروح في حته بيلاقيه قدامه وما بيبقاش عارف يتخلص منه. بعدها بنشوف ليشان وهو جاي لهيون وجايب لها اكل، وبيطمن على تاي اللي شبحه بيبقى موجود معاهم في الاوضه. في اللحظه دي بيجيله تليفون من تشون رئيس العصابه، بس ما بيردش عليه، وبيسال هيون اذا كانت شافت شريحه مع تاي لانها هتفيدهم في التحقيق، فبترد عليه بانها ما شافتهاش. وهنا الممرضه بتنده عليها وبتخرج، وليشان بيرد على رئيس العصابه وبيزعق له لانه في المستشفى، وبيفضل يعتذر لتاي اللي بيحس ان في حاجه مخبيها. ولما بيمشي بيقرر يروح وراه لحد ما بيوصل للكازينو وبيقابل تشون رئيس العصابه، وبيتصدم تاي لما بيعرف ان ليشان خانه متورط مع العصابه في اللي حصل له مقابل الفلوس. وليشان بيكون متضايق من اللي عملوه في صاحبه وبيرفع السلاح على تشون. والمفاجاه الاكبر ان رئيسهم جاكي بيوصل وبينزل السلاح من ايد ليشان وبيضربه، وبنعرف هنا ان هو الرجل الاول في العصابه وبيستغل منصبه وبيدير كل الاعمال الغير قانونيه. وبيمسك تشون وبيزعق له لانه فشل في مهمته وبقى في شاهد على الحادث وهو جانج، وبيأمره انه يتخلص منه في اسرع وقت. وبيروحوا 3 من افراد العصابه للمستشفى وبيسبقهم شبح تاي، وبيحذر جانج منهم لكنه ما بيصدقوش وبيزعق له، وبيخرج من الاوضه. واثناء ما بيركب الاسانسير واحد من افراد العصابه بيشوفه وبيبلغ الباقيين وبيروحوا وراه، وبيدخل جانج غرفه العلاج الطبيعي، وافراد العصابه بتدخل وراه وبيهاجموه لكنه بيقاومهم وبيضربهم، وتاي بيحاول يساعده وبيجري وهم بيطاردوه، وبيقدر يستخبى لحد ما بيمشوا. وبنروح لهيون وهي مع تاي، والممرضه بتسلمها حاجته اللي كانت معاه اثناء الحادث، وبتلاقي عقد جوازهم وفاضل امضتها عليه، فبتتاثر وبتعيط. بعدها بتروح توثق العقد بعد ما بتكتب اسمها، وبترجع لتاي وبتقوله انهم بقوا عيله ومش هتتخلى عنه ابدا، وبتعرفه انها حامل وبتبص على صورتهم مع بعض. وهنا شبح تاي بيتاثر وبيفتكر اول مره شافها فيها بعد وفاه اهلها، لما كانت بتحاول تدخل البيت بعد ما البنك حجز عليه، وكانت منهاره وحزينه، وساعتها جه تاي وليشان واخدوها، ومن يومها وهو بيحبها. وبتلاقي هون الشريحه وبتتصل بليشان علشان تسلمها له، وتاي بيبقى متعصب ومش عارف يعمل ايه علشان يمنعها تديها له. وبيتصل بونج مساعد جانج وبيقول له ان دو مش في المدرسه، فبيتصل بيها ما بتردش، وهنا بيتعصب وبيقول له يدور عليها في كل مكان، وبيقرر يسيب المستشفى ويروح يدور عليها. وهنا بيجي له شبح تاي وبيطلب مساعدته، وبيقول له ان هيون في خطر، لكن جانج بيبقى مشغول على بنته وبيقول له يبعد عنه ويسيبه في حاله. وبيروح صاله التدريب وبيفتش في كل مكان، وشبح تاي بيروح وراه وبيخرج يدور عليها بره وبيروح يبلغ الشرطه. في نفس الوقت بيفتكر شبح تاي لما دو خرجت من المدرسه ودخلت من باب خلفي، فبيروح لجانج الاسم وبيقول له انه عارف مكانها، وفعلا بيلاقيها في اوضه صغيره على الارض وبتكون فاقده للوعي، فبياخدوها بسرعه للمستشفى. والدكتوره بتسعفها وبتقول له كويس ان جابها قبل ما حالتها تسوء، وبتطمنه انها بخير وهتتحسن قريب. وبيتكلم تاي مع جانج عن دو مرضها، فبيقولوا انها ورثه من امها وان حالتها ساءت بعد الحادث اللي حصل لهم على الطريق. وبيحكي له انه لقى عربيه مقلوبه وفيها مصابين على الطريق، فقرر انه ينزل يساعدهم، واتفاجئ بعربيه نقل فقدت اتزانها ودخلت في عربيته، ومراته توفت وبنته هي اللي نجت من الحادث. ومن وقتها قرر انه ما يساعدش اي حد ويهتم بشؤونه الخاصه بس. وبنشوف هيون وهي بتدي الشريحه لشان وبتقول انها شافت الفيديو، تطلب منه انه يمسك المجرمين وينتقم لصاحبه. وبيجي لهم شبح تاي وبيحاول يضرب لشان لكنه ما بيعرفش، وبيقع بس الباسكت اللي جنبه بيتحرك، وبيبقى متعصب جدا. ولشان بيقول لهيون تاخد بالها من نفسها وبيمشي، والدكتور بيتصل بيها فبتروح له بسرعه. وبنشوف شبح تاي وهو جاي له ازمه في صدره وبيتألم، ولما بتوصل هيون بتلاقي الدكاتره بيحاولوا يرجعوا نبض تاي لمساره الطبيعي وبيقدروا انهم ينقذوه، لكن الدكتور بيقول لها ان ممكن في اي وقت نبضه ممكن يقف تاني ويموت. وبالصدفه بيبقى جانج معدي وبيسمعهم، وبتفتكر هيون كل اوقاتهم الجميله اللي قضوها مع
مع بعض، وبتعيط وهي ماشيه في الطريق وشبح تاي بيبقى ماشي وراها، وبتعدي عربيه من جنبها وافراد العصابه بياخدوها، وبيجري شبح تاي وراهم لكن بيتعب وما بيقدرش. في نفس الوقت بيطمن جانج على بنته وبيعرف منها انها كانت بتستخبى علشان تقعد تتفرج على صوره امها وترسم لها صوره لانها مفتقداها جدا. وللاسف الدكتور بيقولوا ان عيله المتبرع رجعوا في كلامهم، وبكده هيضطروا ينتظروا عيله تانية توافق تتبرع بقلب فقدها لبنته. فبيتصدم جانج وبيحزن، وشبح تاي بيكون سامعهم فبيروح لجانج اللي بيبقى حزين وفاقد للامل وبيعتذر له وبيواسيه، وبيعرفوا ان العصابه خطفت هيون وان هو الوحيد اللي يقدر يساعده وينقذها. وزي كل مره جانج بيرفض انه يساعده لكنه بيحس بالذنب بعدها فبيلحقوا وبيقولوا انه هيساعدهم. وبنشوف ليشان وهو بيسلم الشريحه لتشون وبيطلب منه انه يحرر هيون لكنه بيرفض وبيهدده. وجانج وشبح تاي بيوصلوا لاسم الشرطه وبيقدروا انهم يتعقبوا جهاز ليشان من على الكمبيوتر، وبيعرفوا المكان اللي خطفوا فيه هيون وبتبقى شركه تبريد قرب المينا. وبنشوف الرئيس جاكي مع تشون اللي بيتمرد عليه وبيقول له ان جه الوقت علشان يتقاعد ويسيبه هو اللي يدير الشغل كله، لكن جاكي بيسلط عليه رجالته وبيخلصوا عليه. في الوقت ده بيوصل جانج والمساعد بونج ومعاهم شبح تاي، وبيخلي بونج يراقب المكان بره وهو بيدخل جوه مستودع مع شبح تاي اللي بيلاقي بنات العصابه واخدينهم. وجانج بيظهر له افراد من العصابه وبيقاتلهم بمنتهى القوه وبيقدر يتغلب عليهم، وبيجي له بونج وبيحرروا البنات. وشبح تاي ما بيبقاش لاقي هيون، وواحد من رجاله الرئيس جاكي بيبلغوا ان الشاهد جانج موجود وضرب رجالتهم، فبيطلب جاكي دعم من رجال الشرطه وبيبلغهم باعتداءات حصلت في شركه التبريد وفي ضحايا. وبيطمن ليشان وبيقول له ان تشون هو اللي هيتحمل المسؤوليه كلها لان الشركه باسمه ده، غير انهم هيلاقوه هو كمان ميت. ولما بيخرج من المكان بيشوف جانج فبيسلط عليه رجالته علشان يخلصوا عليه. اما تاي بيلاقي هيون بس ما بيعرفش يفكها، وبيقدر جانج يتغلب على العصابه وبيمسك جاكي وبيوصل الدعم، لكن بيقبضوا على جانج بامر من جاكي بحكم انه رئيس الشرطه. وهنا بيوصلوا فريق محققين الجرائم الكبرى اللي بيتصل بيهم ليشان وبيعترف لهم بكل حاجه وبكل جرائم جاكي وبيسلمهم تسجيل بصوته. فبيسيبوا جانج لكن جاكي بيمسك المسدس وبيهددهم. في اللحظه دي شبح تاي بيبص على مكنه التلج وبيفتكر نفسه لما قدر يحرك الباسكت وهو بيحاول يضرب ليشان، وبسرعه بيروح وبكل قوته بيقدر يحرك مفتاح المكنه، والتلج بينزل على الرئيس جاكي وجانج بيضربه وبيقبضوا عليه، وتاي وجانج بينقذوا هيون. بعدها بيطلب تاي من جانج انه يسلم هيون مفتاح بيت اهلها اللي رجعه لها، وفعلا بيعمل كده، وبيوصل لها رساله من تاي انه موجود دلوقتي جنبها، وعلشان تصدقه بيقول لها الاسم اللي كان دايما بيناديها بيه، فبتصدقه وبتعيط. واول ما بتفتح عينيها بيظهر لها شبح تاي وبيقول لها انه كده بقى مطمن عليها هي وابنهم وانه لازم دلوقتي يمشي، وبيعرفها انه هيتبرع بقلبه لبنت جانج، وهي بتعيط وبتترجى انه يفضل معاها. وتاي بيوصي جانج عليها وبيودعها وبيمشي. وبيجي يوم عمليه دو، ومن حسن الحظ ان الدكتور اللي هيعمل لها العمليه هو نفس الشخص اللي جانج انقذه من الحادث زمان، والدكتور بيفتكره وبيشكره على انقاذه ليه وبيوعده انه هيبذل اقصى ما عنده علشان العمليه تنجح. وساعتها بيفهم جانج ان الخير اللي عمله زمان رجع له تاني. وبعدها بنشوفه هو راكب الاتوبيس وبيلاقي الشاب المتنمر لسه بيضايق الجده، فبيوقف له وبينزله من الاتوبيس والناس كلها بتشكره. وبيرجع جانج يساعد كل الناس من تاني، وعدد الطلبه بيزيد عنده في الصاله الرياضيه. وبنشوف دو بعد ما بتخف وبتجري وهي سعيده، وبتروح لهيون اللي قربت تولد، وهيون بتحضنها وبتسمع صوت قلبها، ودو بتوري لها الرسمه بتاعتها. وشبح تاي بيبقى شايفهم ومبسوط انه السبب في سعادتهم. لو عجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا معانا في القناه وتفعلوا جرس التنبيهات وتعملوا لايك وشير للفيديو، وتكتبوا لنا في التعليقات عن اي مسلسلات او افلام حابين ان احنا نلخصها لكم الفتره اللي جايه.